انا جيت لقيت بيتي بالمنظر ده الشاليه ده، او اللي كان شاليه، ده اللي كان شاليه. اتكسر كله، اتبهدل كله، الحاجه مرميه بالطريقه دي، السجاده انتهت والحاجه انتهت. طبعا البيه ليل ونهار قاعد يشرب القرف ده. وادي الارض، وده المنظر اللي انا جيت لقيته، القرف اللي انا جيت لقيته. بصوا الحاجه، شايفين دي التلاجات، دي الشاشه لسه حاططها على ايه، يعني حد يعمل كده تكون في الارض. الإفيه بقى انه حرق التلاجه الكبيره اللي لسه متجابه، اللي لسه ما قلناش يا هادي بيها، لسه جايباها ما اشتغلتش يوم. اوكي، ادي طبعا انا جايباله المشمع ده كله 20 متر مشمع، ما غطاش حاجه. بصوا الكنب، شايفين الكنب؟ اوريكم الكنب. بصوا الكنب، بصوا الحاجه، بصوا الكنب والحاجه بتاعتي، مفيش حاجه هتتصلح تاني. المشكله انه عمل لي انه بقاله شهر ونص هنا، هو ده اللي هو عمله، معجن الحيطه، معجن لي حيطه في شهر ونص، وعمل لي الحيطه بالمنظر القذر ده. يعني المنظر اللي اقل ما يقال عنه المنظر قذر، لا اكتر ولا اقل. اللون البشع ده اللي انا ما اعرفش، يعني ده لون ماشي انا اخترته. عايزه اقول لكم المطبخ اللي كان شمع يشيل في ورث. بصوا المطبخ، هوريكم حوض المطبخ عامل فيه ايه. ده يعني ده الحوض ده جديد. بصوا، عايزه اقول لكم كل حاجه المطبخ رميها. الإفيه بقى انه بقاله شهر حط حاجه سخنه هنا، فدي ساحت، فادي ادي الخشب بتاع المطبخ، ده خشب المطبخ، ده المطبخ بتاعي. البوتاجاز طبعا خلاص كده انتهى. الرخامه دي كانت سودة. اللهم يعني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فيه. بصوا مفيش حاجه اتعملت في البيت خالص، ما اشتغلش بشيلن في حاجه. الحمام ده 7 مرة ننضف فيه، ما رحمش غسالة. بصوا الأكر، دي الأرض كده. احنا حاولنا ننضف الأرض بس مفيش حاجة تطلع، يعني الحاجة ما بتطلعش. دي الأوضة اللي هو عملها، دي أوضة من الأوضة اللي هو عملها. احنا طبعا العفش زي ما انتم شايفين كل حاجة اتكسرت، كل حاجة اتبهدلت، يعني فوق كلمة البهدلة، بهدل البيت. مفيش طبق بلاستيك، مفيش فوطة، مفيش مساحة. دي أوضة النوم، بوريله الحيطة ان هي مطبلة. بصوا الحيطة، ادي الحيطة اللي بقاله 3 شهور ولا شهرين قاعد في البيت. مصدق لا بيت يقعد فيه ببلاش، وكل يومين حولي لي 2000 جنيه لحد ما ده بقى حلو. ده اللي انا كنت عايزة اعمل حاجة كويسة. ادي البيت طبعا، ناهيكم عن اللي مفروم من هنا. بصوا التشطيب اللي هو مش قطنه. ربنا يعلم انا تعبت ازاي. تتعب في ايه يابا؟ تتعب في ايه يابا منك لله؟ وادي الكهرباء اللي انا دفعتها لاخوه، المفروض كلها مخلصه. كل حاجه بتسخن، كل حاجه بايظه، كل حاجه متدمره. ده اقل كلمه اقولها. هقول ايه غير حسبي الله ونعم الوكيل. ميار الببلاوي تستغيث. قنبلة إيرانية دمرت بيتي. شالي الفنانة يتحول إلى أنقاض بسبب نقاش. نجحت صرخة استغاثة الفنانة ميار الببلاوي في جذب انتباه الجمهور ومتابعيه بعد أن نشرت مقطع فيديو من داخل شاليهها الخاص في العين السخنة، والذي بدأ في حالة تدمير تام على حد وصفها، بعد أن تركته تحت مسؤولية عامل نقاشة لإنهاء التشطيبات، لكنها فوجئت بما وصفته بكارثة. ظهرت ميار خلال الفيديو الذي بثته عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك وهي تتجول في أرجاء المكان المتضرر وسط فوضى وركام، وعلقت عليه بغضب قائلة: قنبلة إيرانية دمرت بيتي، مؤكدا أن عامل النقاشة الذي كان مكلفا بالتشطيب فر هاربا ومعه شقيقه الكهربائي بعد الحصول على الأموال. اتهمت الفنانة العاملين بخيانة الأمانة والنصب قائلة إنهم استغلوا غيابها واستولوا على مبلغ مالي ثم اختفي دون إنجاز العمل، مشيرا إلى أنها تمتلك بيانات هويتهم وأرقام هواتفهم ومكان سكن شقيقتهم. ميار أعربت عن استيائها من التعليقات التي وجهت لها اللوم بترك البيت دون متابعة، موضحا أنها ليست مقيمة بالشاليه لأنه مكان مصيف، وكانت تتابع التشطيبات قدر الإمكان رغم انشغالها في العمل.
وأضافت أيضا الفنانة ميار الببلاوي إنها زارت الشاليه مرتين خلال فترة التنفيذ، وإن أمن البوابة كان على علم بالعمال ودخولهم، ما جعلها تثق بوجود رقابة جزائية، لكنها لم تتوقع هذه النتيجة. وقالت أيضا الفنانة ميار الببلاوي إن ما حدث جعلها تشعر وكأنها تعرضت لحرب، ووجهت نداء إلى متابعيها والجهات المختصة: حد يلحقني أرجوكم، مؤكدة إنها تتخذ الإجراءات القانونية لاسترداد حقها ومعاقبة المسؤولين عن تدمير ممتلكاتها. وقالت أيضا إن نقاش الحرامي هرب بعد ما خد الفلوس هو وأخوه الكهربائي. الحرامية بينصبوا على الناس ويقعدوا في بيوتهم ويسحبوا فلوس ويختفوا. معايا بطايقهم وأرقامهم وبعرف بيت أختهم وبنتها، حد يلحقني أرجوكم.